والحمرة في وشك نار من الغل، وسيول من على الخز نازلة من تحت الشعر المسبوق بالدم. طبعا دم عيال بتموت من الجوع. واحد ما كانش متخيل ان ده يحصل. ظلت الناس تهتف كلها قولها لصاحبك قولها لجارك يسقط يسقط حسنا. فضلت المطاردات في الشوارع بين الامن وبين الناس. خطوه يعني بترجع دم، وهو خطوه قمت قايل الشهاده. جاءت حمله اعتقالات واسعه على كل المحافظات. الاخوان الحقيقه مرينا بتجربه في مظاهرات 2005. انا كان الهدف الرئيسي ان الشباب ما يتقبضش عليهم دلوقتي. كان المفروض ان احنا هنخرج من جامع البحر في دمياط. قرر خلاص ان هو يعتقل ساعتها. مئات الشباب في ميدان الساعة، وكان مشهد لا يعني عمري ما هنساه. احنا شعب حر، كفايه ظلم، كفايه استعباد، كفايه ظلم. بكم مجددا. لا شك أن ثورة يناير تمثل حدث مهم ومفصلي في تاريخ مصر الحديثة. ربما لم تظهر نتائج كل هذه الثورة بعد، وربما نواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات، لكن من أجل أن نجني الثمار يجب أن نعمل. هذه الثورة التي أبهرت العالم وأعادت صورة الإنسان المصري إلى مكانتها اللائقة على المستوى العالمي بعد سنوات ظن فيها الكثيرون أن المصري هو إنسان خانع لا يصور، وهو لا يلين أو يلين للدكتاتورية فقط، ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يغير الواقع. كل هذه الأمور تغيرت في ثورة يناير، وكانت مادة خصبة للمؤرخين والدارسين والمصورين وعالم الفن بشكل كبير، وحتى كتاب السيناريوهات المختلفة وكتاب القصص، بأن توثق هذه الثورة المجيدة ثورة 25 يناير من خلال العديد من الأعمال التي خرجت، سواء في أشكال رسوم بسيطة كانت ممثلة في الجرافيتي كما رأيناها على الأسوار المختلفة في مصر، وبالذات في ميدان التحرير وشارع محمد محمود، أو من خلال بعض الكتب التي طبعت تصور أو توثق لهذه الثورة من خلال الصور الفوتوغرافية المختلفة. هذه المرة أفلام وثائقية وتسجيلية تتحدث عن ثورة 25 يناير، ثورة البحر والنهر. هذا الفيلم الوثائقي الذي حاز على كثير من الجوائز. معي هنا في استوديو صباح جديد هذا الصباح الأستاذ أحمد حلبة، هو سيناريست الفيلم وأيضا قائم بمونتاج هذا العمل العظيم الذي يصور لثورة 25 يناير. أحمد، برحب بيك وقول لي التسمية من الأول، ثورة البحر والنهر. هو أنا في البداية بس بشكر زمايلي اللي ما قدروش يجوا معايا، المخرج أحمد صيام مخرج الفيلم، والأستاذ حلمي ياسين معد وموثق الفيلم. هو الفيلم اسمه غضب البحر والنهر، يعني أنا سميته كده علشان غضب للثورة. يعني احنا عندنا في دمياط البحر والنهر، التقاء البحر بالنهر. فكنت أقصد طبعا ثورة البحر والنهر، كنت أقصد بقى ثورة دمياط، يعني كخصوصية للمكان في دمياط. انت بتتكلم عن احداث الثوره، أحداث الثوره في دمياط تحديدا في دمياط. الايام اللي كانت فيها من اول 25 يناير لحد التنحي لحد 11 فبراير. طيب، معروف ان التقاء البحر والنهر بالفعل عند منطقه اللسان في راس البر تحديدا، وده ذكر في القران الكريم، يعني بينهما برزخ لا يبغيان. لكن قدرت ازاي من خلال طبيعه المكان وطبيعه الشباب في دمياط ان انت تمثل
روح او جزء من الثوره اللي خرجت في كل مصر، مش بس في محافظه دمياط؟ والله احنا يعني كان الاستاذ حلمي ياسين هو معد ومنسق الفيلم وصحفي، فكان في اثناء الثوره كان بينزل يصور، وكان في زمايله كتير بينزلوا يصوروا. فهو اتصل بيا قال لي ان هو عنده ماده هايله جدا، فرحت اتفرجت عليها فلقيت فعلا هي ماده لا تقل عن الثوره اللي حصلت في القاهره. يعني حتى لقينا نفس تشابه الاحداث. يعني مثلا في يوم موقعة الجمل لقينا برضه في تشابه في اعضاء الحزب الوطني نازلين في الميدان. في يوم جمعة الغضب كان نفس الكلام عندنا، يعني في تشابه في هو كان الحشد بيتم في كل الجمهورية بصرف النظر بقى عن حجم المحافظة أو البلاد اللي تتبع ليها، لكن كان بيتم الحشد وكان كله بينزل. فالمادة كانت دسمة جدا وهايلة جدا، فده شجعنا ان احنا نبتدي اشتغل على الفيلم. يعني صورتوا يعني الفكرة جات لكم من يوم كام؟ ابتديت تصور لا، هي الأحداث الفكرة جات لنا بعد الثورة بفترة، يعني مثلا بعد الثورة ب3 شهور مثلا الأستاذ حلمي لقى الفيديوهات دي عند ناس كتير. فلما كلمني رحت اتفرجت عليها، فقررنا احنا لازم نعمل فيلم، لكن هو ما كانش هو بيصور في دماغه انه هيعمل فيلم. لكن كانت فيديوهات تقدر ان انت تعمل منها فيلم، ولا مجرد تصوير هواه مثلا عن طريق هواتف محمولة؟ احنا كان عندنا حوالي 80 ساعة بنختار بينهم. الافضل في استوديوهات تصوير كانت نازله تصور، في تصوير بموبايل. طبعا ما خدتش لقطات بموبايل الا اذا كانت حاجات مهمه جدا. تمام. يعني كنت حتى انا بنتج الفيلم كان كل شويه بيجي لنا حاجات تانية، فبنضطر اعيد مونتاج تاني. فكان يعني بتستخسر ان انت ما تحطهاش. بالظبط. يعني الماده كانت بتحركنا، يعني الماده الفيلميه هي اللي كانت بتحركنا. ايه اكتر الحاجات اللي استوقفتك وقلت لازم احطها في الفيلم ده؟ ايه ابرز المشاهد؟ يعني لو نقلتهولي كده لقطات وانت عامل مونتاج الفيلم، فاكيد يعني حافظه عن ظهر قلب. ايه اللقطات اللي خدتها فلاشنج كده كان لازم ان هي تتحط؟ في عندنا سيده في دمياط اسمها السيده زينب سلطان. دي يعني هي وقفت يوم 25 يناير في بدايه الثوره خالص، وقفت قدام مدرعات الامن ووقفت قدام الضباط وقالت لهم انا مش همشي من هنا الا لما اخد حقي. فهي وقفت، هي ابتدت الثوره في دمياط. يعني كان في ناس بتقول لي خلاص كده كفايه اليوم ونمشي، قالت لهم لا انا مش همشي، انا هقعد هنا ومش همشي. فدي كانت بدايه الثوره في دمياط، هي اللي شجعت الناس اللي هم يقعدوا ويستمروا، وفضلت كل يوم من ايام الثوره دي اللي هي سنها كبير كان في الفيلم وكانت بتزعق في تقريبا في افراد امن. قالت انا مش همشي، انا هفضل ملازمه لحد ما النظام يرجع. وهي كمان يعني الحاجه كويسه ان هي كمان هي مش منتميه لاي حزب ولا اي تيار، هي ست ربة منزل عاديه بس حست بالظلم فنزلت يوم 25 يناير. في لقطات تانية، في عملنا لقاء مع والد شهيد في دمياط، برضو كان ليها كلام مؤثر جدا. كان في لقطات لضباط بينشنوا على متظاهرين وبيضربوهم رصاص حي. كان في مشاهد بقى حرق الحزب الوطني في دمياط، حرق مقرات الاقسام كده. طيب ازاي قدرت ان انت تقرب وجهات النظر دي كلها بمرور الايام؟ يعني ايه التيمه اللي انت خدتها او الاساس اللي انت مشيت بيه في مونتاجك عشان توصل الفكره في الاخر؟ هو الاساس احنا قسمنا الموضوع ايام، يعني كل يوم مشينا بترتيب اللي حصل. يعني مشيت باحداث بترتيب الاحداث، وفي نفس الوقت يعني حاولنا نكون حياديين قد ما نقدر، بس طبعا يعني الثوره هي اللي طغت على الحياديه يعني. بس احنا جبنا من كل التيارات، يعني كل التيارات السياسيه اللي شاركت في الثوره كلهم جم واتكلموا معانا في الاستوديو، وده موثق بالفيديو. يعني كلامهم بيبقى موثق بفيديو هم موجودين فيه في احداث الثوره. وجبنا برضو اعضاء الحزب الوطني لما نزلوا واتكلموا وقالوا احنا جايين علشان كلام الرئيس عجبنا وموافقين عليه. كان تاني يوم الخطاب بتاع 1 فبراير كان يوم موقعة الجمل، ده اللي كان بيسبق موقعة الجمل على طول. ليلتها ليلتها. لا، هما نزلوا بقى تاني يوم موقعة الجمل مؤيدين وجايبين ناس كتير معاهم وكده، فاحنا كنا موثقين كل ده في الفيلم. الفيلم حصل على جوائز ايه؟ الفيلم كان هو اول مهرجان نشترك فيه، كان مهرجان اسكندريه، فخد جائزه لجنه تحكيم. كان لجنه تحكيم اعضاء الاستاذ سعيد شيمي والاستاذ مجدي الطيب والاستاذ يسر اللوزي. واخيرا بقى خد الاسبوع اللي فات خد جائزه موسم الفنون المستقله
في مسابقة السينما المستقلة، خد جايزة دعم 15,000 جنيه للمخرج لإنتاج الفيلم القادم. ما فكرتوش تطلعوا في مهرجانات بره؟ للأسف دي ما كانش يعني كانش حتى عندي لو دول الكونتاكت عربية بتاعتها. فاحنا يعني الفترة الجاية هطلعه إن شاء الله في مهرجانات بره، لكن ما كانش عندي الكونتاكت بتاع ده. طيب أنت شايف إن اللي اتوثق على ثورة 25 يناير كافي لحد دلوقتي، ولا الثورة دي لسه فيها الكتير إن هو يتكتب؟ لا، هو طبعا في حاجات كتير كمان ما توثقتش، يعني فيها الكتير، وللاسف يعني احنا يعني انا دلوقتي لما بتفرج على الفيلم بيحزنني اكتر ما بتبسط منه. يعني انا كنت هتبسط منه لو كانت الثوره نجحت او كملت او كده، لكن احنا عندنا امل انها تبقى مستمره. ليه بيحزنك يعني؟ لان حاسس ان في ناس كتير راحت وناس كتير اتصابت. احنا عندنا مصابين كتير جدا في دمياط، وفي طفل اتصاب عنده 7 سنين اتصاب في عينه وعينيه مش بيشوف بيها. فكان نفسي الناس دي تبقى يعني بطولتها دي حد يعني يشوفوا نتيجة ده، يشوفوا نتيجة اللي عملوه، ما يحسوش. كنت محتاج أداء أقوى من كده؟ طبعا. فيعني كان نفسي، يعني احنا حتى في آخر الفيلم قلت ايه، احنا عملنا الفيلم تقريبا بعد 6 شهور من الثورة كان طلع. طلعناه في يوليو، شهر يوليو، 5 شهور من الثورة مثلا. كتبت في الآخر في جملة كده بيقولها المعلق: وهنا هدأت أمواج الغضب دونما وعد بالهدوء التام. يعني أمواج الغضب اللي كانت عالية، أمواج البحر دي هديت، لكن احنا ما فيش وعد إن هي تفضل هادية كده على طول، لأن البحر ما يتضمنش. بالظبط، والثورة هتقوم تاني. تمام. بس فبنأمل إن الأوضاع تتغير عن كده. من خلال وضعك للسيناريو في الفيلم، اعتمدت فيه بس على المشاهد المصورة كانت من سابق عن ال3 شهور، ولا حاولت ان انت تنزل للناس في اماكنها وتتكلم معاهم بعد ال3 شهور دي تشوف ايه اللي حصل، او تربط بين الاحداث المختلفة ساعة التجمع والاحتشاد والواقع اللي وصلنا له مثلا بعد المدة الزمنية اللي انت عملت فيها الفيلم؟ لا، هو احنا اكتفينا بالمادة الفيلمية اللي كانت عندنا، وكان في منها مادة مصورة في الشارع برضو. تمام. لكن احنا اللي عملناه ان احنا صورنا مع الناس اللي كانوا موجودين في الثوره او بيقودوا المظاهرات، الناس اللي هي الناس ما كانش حد يعرف عنها حاجه، منهم ناس محامين ودكاتره. الناس دي في ايام الثوره الاولى، يعني يوم 25 اتعرف مين قاده المظاهرات، وتاني يوم 26 اتقبض عليهم وفضلوا موجودين في السجن محبوسين. وما يعني لما خرجوا يوم 29 او 30، في منهم خرجوا يوم 29، وفي ناس منهم خرجوا يوم 1 فبراير، اتفاجئوا ان الثوره يعني في طريقها للنجاح، وما كانوش يعرفوا لان هم اتقبض عليهم 26 في البدايه. يعني ما فيش وسائل اعلام وما فيش تلفزيونات وما فيش راديو، ما يعرفوش ايه اللي تم. ده كان دورنا ان احنا لازم نطلع الناس دي يتكلموا عن تجربتهم. ناوي تكمل؟ طبعا. يعني ممكن تعمل لسه افلام تسجيليه تحاكي الواقع اللي احنا فيه؟ هو انا اتجاهي روائي، يعني انا بكتب افلام روائيه، لكن الفيلم ده اللي شدني فيه ان يبقى فيه في مكان في محافظه زي دمياط في ثوره بالشكل ده. الناس اللي من دمياط نفسهم لما بيتفرجوا على الفيلم مش بيصدقوا ان ده موجود في دمياط، يعني مش بيصدقوا ان ده حصل في دمياط. لقطات محدش كان يصدقها، ان شعب دمياط شعب يعني عامل بيشتغل، الشغل هو اكتر حاجه تهمه. فلما ينزلوا ويعطلوا شغلهم وينزلوا بالكثره دي بالاعداد المهوله اللي كانت في الشوارع دي علشان الثوره او علشان الحريه او كده، ده كان شيء غريب، يعني ملفت بالنسبه لي. طب وانت شايف الواقع في دمياط دلوقتي ايه؟ الواقع في دمياط دلوقتي فيه مشكله حتى حاصله، يعني احنا للاسف كل حاجه بقى فيها تقسيم، يعني بقينا بنتقسم، بقى كل واحد مش طايق التاني. يعني في مشكله، حتى الاستاذ حلمي ما قدرش يجي النهارده، في مشكله بين التراس الاهلي في دمياط والتراس المصري في بورسعيد. في مشكله بينهم بسبب النادي الاهلي وسبب لافتات اتكتبت وكده، حصل فيه ضرب، وفي ناس اتصابت وكده، وفي قطعين طرق. فانا مش عارف، يعني في ناس بتحرك الفتنه دي يعني دمياط وبورسعيد بالذات يعني يعتبروا بلد واحده، يعني دايما البورسعيديه متجوزين من الدمياطه والدمياطه متجوزين من البورسعيديه للقرب الجغرافي. يعني يعتبر محافظتين قريبين جدا. ففي حد بيحرك ده، فمش عارف. او مثلا يعني الشباب الالتراس مثلا كنا بنخرج في مظاهرات، كانوا بيبقوا معانا
هم شباب متحمس جدا، وبس للاسف ينقصوا الوعي يعني شباب الالتراس ده لما كان في الثوره عمل حاجات رائعه جدا وعظيمه جدا، بس لما توجه لايه؟ لقوته لحب الوطن، يعني ان هو بيدافع عن وطنه. الحماس انتقل لحاجه تانية، لكن الحماس الحقيقه انتقل لنادي، وللاسف ان هو ممكن يكتشف بعد كده ان النادي ده فيه فساد او فيه القائمين عليه فيه فساد، فهو بيدافع عن حاجه ممكن تكون بعد كده هلاميه بالنسبه له يعني. يعني يبقى فيه، يعني بنادي يبقى فيه وعي، بس يعني حتى شيوخ الفضائيات بدل ما هم يعني بيطلعوا يكفروا الناس او يسيئوا الاسلام، يوعوا الناس لكده، يعني يبقى ما فيش التحزب والطائفيه دي والعصبيه في التشجيع والكلام ده. طيب احمد، انا معايا تليفون مهم عايز يتكلم على الفيلم بتاعك، ومعايا الاستاذه عفاف جاد مدير مكتب الاهرام في دمياط. برحب بيكي يا استاذه عفاف وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. اهلا بيكي، وعارفه ان انت عايزه تعلقي على الفيلم بشكل خاص. بالظبط كده، لان الحقيقه انا شفت الفيلم وعجبني جدا جدا، وكان حاجه مشرفه لدمياط ولمصر عموما، لان الفيلم كان بيتكلم عن حاجه حصلت بالفعل، وصوره حيه من ثوره 25 يناير اللي كلنا يعني ايه فخورون بيها، ونتمنى ان يزيد افتخارنا بيها ومصر كلها تزيد افتخارها بيها. فللاسف الواحد زعلان جدا من اللي بيحصل. يمكن هنطلع من موضوع الفيلم وهندخل في موضوع الاحداث اللي حصلت بالامس في بورسعيد. المفروض ان احنا كدمياط وبورسعيد احنا بنعتبر ان احنا شعب واحد او محافظه واحده، مش بنعتبر بورسعيد محافظه ودمياط محافظه، لا احنا الاثنين محافظه واحده وكلها مرتبطه ببعضيها. فمش عارفه، حتى شباب الالتراس دول احنا ناس بنحترمهم وشباب واعي وشباب فاهم، مش عارفه مين اللي خلاهم عملوا كده او عملوا كده ازاي، رغم ان هم وقفوا وقفه كويسه في حاجات كتير وكانوا شباب واعي وان احنا نعلم كده كويس. بس ربنا هو احنا ايه اللي حصل لنا يا استاذه عفاف؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل وايه اللي حصل لنا وازاي. احنا دلوقتي الخناقات بيننا وبين بعض، البيت نفسه انا واختي وانا واخويا، يعني احنا مش من بره، يعني احنا مش بنقول احنا خارج مصر وداخل مصر في عداء بيننا، لا احنا في البيت نفسه. يعني انا بحس ان انا في بيتي وانا واختي بنتخانق او انا واخويا بنتخانق، وده مش طبعنا كمصريين ابدا ابدا. طيب، هي فكرة تقبل الآراء أو تقبل الآخر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة عفاف جاد مدير مكتب الأهرام في محافظة دمياط. أحمد، أنت قلت لي كلمة بتقولي لازم الثورة هتكمل بشكل أو بآخر، حتى لو كانت الصورة مختلفة، بس هي لازم تكمل في الاتجاه الصح. قد ايه ممكن الافلام بشكلها سواء روائي سواء تسجيلي، والفيلم التسجيلي يمكن بيبقى اصعب كمان من الروائي بيبقى فيه خيال، لكن التسجيلي لازم ينقل لي الواقع، وده بيبقى فيه صعوبه شويه في التصوير او تقبل الناس حتى ان انت تصور معاهم. ازاي من خلال الافلام دي ان انا اقدر ارسخ الوعي الكافي في تقبل الاخر؟ اصل انا مش مشكلتي بس ان انا اوثق احداث، انا عايزه اغير فكر وثقافه علشان اطلع لقدام. وبصراحة يعني أنا شايف إن الأمل في الفترة الجاية في الفن، يعني هو اللي يقدر يعمل ده، يعني يحاول يغير وعي الناس شوية. يعني كان المفروض أولى ناس بكده الناس العلماء أو مش هقول عليهم علماء، الناس اللي بيطلعوا في الفضائيات بيتكلموا عن يعني المفروض إن هم بيتقال عليهم شيوخ وهم بيسيئوا للإسلام وبيسيئوا للدين. يعني كان يعني أتمنى إن مالكي الفضائيات تطلع على الهواء بتبقى سريعه بالظبط. يعني اتمنى مالكي الفضائيات دول يجيبوا ناس في علماء فعلا علماء دين موجودين، بس ما بيطلعوش ليه؟ لان هم عايزين الناس اللي بيعملوا اثاره، الناس اللي بيخلوا الناس تتفرج على القناه ويعملوا اثاره. فيلمك ما تعرضش في اي قناه؟ لا للاسف لسه ما حاولتش ان انت تعرضه في وسائل اعلام مرئيه؟ حاولنا بس ما قدرناش. يعني نزلته على النت؟ لا لسه، لان هو لسه في المهرجانات مش يعني ما ينفعش، مش مسموح لك ان انت يفتح للعرض رسمي. وبعدين يعني احنا ربنا خلقنا مختلفين، فلازم انا مختلف عن ده وده مختلف، لو انا ما تقبلتش اختلافه لازم اصطدم معاه. تمام. وفكره التحزب يعني هي دي اللي بتعمل مشكله. يعني لو واحد مثلا من يعني زي ما كنا كده في المدرسه كان ممكن يحصل حاجات زي كده، ولد اتخانق مع واحد من الفصل الثاني، فتلاقي الفصل كله من غير ما حد يعرف فين يعني مين اللي غلطان او ايه المشكله او بتاع. فدي اللي محتاجه الناس يعني توعى ليها شويه، ما يبقاش الحكم بالطريقه دي.
ايه اللي في دماغك وممكن تعمله في الفتره الجايه او بتحضر له؟ اكيد في حاجه انت رسمتها في دماغك حتى لو كان روائي. ايوه انا بعمل فيلم روائي الفتره الجايه عن هو يعني هو مش ليه علاقه بالثوره قد ما ليه علاقه بطفل. يعني هو بيحكي عن طفل، فيلم روائي بيحكي عن طفل بيمر باحداث الثوره، فبيشوف بيشوف ايه اللي حصل قبل الثوره بعد الثوره في المدرسه من خلال عينيه هو وادراكه هو كطفل. بالظبط في المدرسه، في المدرسه وفي البيت وفي الشارع. بيتفرج على كل ده وايه التغير اللي بيحصل له. يعني الولد بيتغير، يعني بيبقى خالص طفل بريء خالص، بيتغير وبيتحول بيبقى حاجه تانية بسبب القدوه ان مفيش قدوه قدامه. بيشوف والده ووالدته بينافقوا بيكذبوا، بيشوف المدرسه برضه المدرس بتاعه بينافق علشان يترقى يعني كده. فكانت الثوره من منظور الطفل ده. واخترت له اسم؟ هو الفيلم اسمه موضوع انشا. لكن هو يعني ده معبر ان الطفل ده بيكتب مثلا افكاره ودي او شكل ادراكه هو كان مطلوب منه قبل الثوره انه يكتب موضوع انشا عن انجازات مبارك. ايوه وده اللي حصل في بعض الامتحانات. ده في بدايه مشهد في الفيلم ده اول مشهد في نهايه الفيلم المدرس هيطلب منهم ان هو يكتب برقيه شكر للرئيس اللي جاي على انجازاته. فالرئيس لسه ما جاش بس هو بيكتب له برضه. دي الفكره بتاعت الفيلم. فكره التأليه في حد ذاتها لشخص النظام. طيب اشكرك جزيل الشكر يا احمد على هذا اللقاء، ونتمنى ان احنا نشوف الفيلم معروض في اكتر من حته واكتر من قناه تحديدا، لان هي بتبقى اكتر انتشار طبعا واكيد في الانترنت. ونتمنى ان انت تقابلنا برضو في الفيلم الجديد. استاذ احمد حلبة السيناريست والقائم باعمال المونتاج، تحديدا فيلم غضب البحر والنهر، متحدثا عن دمياط هذه المحافظه التي صارت في ثوره 25 يناير وما زالت سائره. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهى صباح جديد، لكن متابعتنا الإخبارية دائما معكم على مدار 24 ساعة على النيل الأخبار. شكرا لكم.